بس انا عايز اقول الحته دي بالتحديد انه الحاجات اللي عملتها آلا فاخر لو عملت 10 حاجات في حياتها فيهم نسبه كبيره من الحاجات دي هي جت على نفسها ماديا وفنيا، وهي تعبانه راحت في الثلج وفي الحر وفي الكذا وكذا عشان تقف جنب حد من المخرجين او من المنتجين او من كذا او من كذا. وهنقول بقى المقولات العظيمه بتاعت التمثيل مسؤوليه كل ممثل، وبتاعت الحاجات اللي احنا كنا بنقولها قبل ما نبدا، اللي هي كان بيسالها في احدى القنوات الفضائيه بيقول لها انت بتعملي الابداع ده ازاي؟ فقالت له والله انا ما بعرفش احضر. ما معناه يعني زي ما الناس كلها بتقعد تقول انه يعني ما بتعرفش تمثل غير لما تبقى في الان، لما تبقى لابسه الشخصيه، لما تبقى بالمكياج بالكذا بالكذا. انا ما رضيتش اسمي الصالون عشان يعني حاولت اختصر قد ما اقدر وابقى معبر في كلمات قليله. ما قلتش بقى المراه ذات الالف وجه، المتحوله يعني احنا بنقول مصطلح مثلا للممثل او للممثله الجيدين، بنقول ايه؟ دي حربايه. حربايه ليه؟ لان الحربايه لما تحطها في الاخضر تبقى خضراء، في الاحمر تبقى حمراء. ده مصطلحات جيده، يعني الممثلين يفرحوا لما تقول له الممثله يا انت حربايه. ده مش حربايه بالمعنى الوحش، لا. الاستاذه هاله انا افتخر بان انا حربوقه. لا الحربوقه دي لا لا سيبيني انا عشان ما نروحش. ده حربوقه ده حاجه ثانيه.